عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم أنا معزومة على فطار خارج البيت بمطعم بمنطقة جادرية. شكرا على العزيمة وشكرا على هذه الدعوة اللطيفة. بطبقنا لهذا اليوم شوربة للأطفال مفيدة ومغذية، تتكون من المواد تفاحة وتمر وشوفان. نقشر التفاحة ونقطعها جيدا، ونضع جدر، نخلي الجدر على النار ونخلي عليه يعني بماء، ونخليهن التفاح ونخلي التمر إلى أن يغلي وينطبخن يعني يستوين، وبعدين نضيف الشوفان. من تشوفونها استوت يلا تضيفون الشوفان. الشوفان لأن إذا تخلوه رأسا ويا ذاك التفاح ما يصير، لأن راح رغوة تصير وفيكبكب من الجدر. بعد أن استوى الخليط نهرسهن بالبلندر إلى أن يتجانس الخليط، نهرسهن. إذا شفتوهن يعني السوب خفيف خلوه شوي على النار إلى أن يتجانس القوام مالته ويتماسك ويصير يعني شوربة ثخينة شوية، مو ثخينة فد مرة طين يعني ما يقدر يبلعها جاهل والطفل ويختنق بيها، لا يعني هيك سائلة تصير. هسه نصب، وهذا طبقنا لهذا اليوم. حساء الأطفال صحة وعافية. باي.